السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا تخزين السبانخ. انتوا عارفين ان هو ده موسمه يعني، فاحنا بنخزن ونحطه في الفريزر عشان خاطر يجي بإذن الله الصيف نطلع ونعمل يعني بإذن الله. ايه، نقناه كويس كده، قطعناه كله ونغسله وننشفه يعني نصفيه من المية. هوريكم ازاي نغلي له ميه وكده يعني. شوف، خليكم معايا. دلوقتي بعد ما قطعناه وغسلناه وصفناه خالص كده كذا فم يعني عشان خاطر الطينه وكده، غلينا له ميه حبه صغيرين يعني. وبعد كده وما تستغربوش انا بخلي الحاجه دي الحمرا دي عشان بتديله طعم مسكر كده وحلو. لازم تخلي كام واحده يعني. بصوا يعني الحلة دي ما تقولهاش انها صغيرة، هي هتاخد كتير كتير يعني. كل ما هني بس بسرعة تحطي عشان السبانخ بتذوب يعني لما تدخل في الماء فما تخلاش كتير يعني. ايه تملي الحلة يعني تاخد لها كده صدمة مية يعني. تخزنيها عشان تخزنيها يعني. هي هتدبل ثواني كده هتحطي يعني. لا، ما هي دي هتهبط، ده كله يهبط ده. كل واحدة تعمل حاجتها في البيت عشان خاطر ايه، تلاقي اي حاجة عايزاها نفسها فيها تلاقيها مخزنة معاها في الفريزر، تبقى جاهزة. يجيكم في اي وقت تعوزوا تروحوا تطلعوا. والله يا جماعة انا بتعلم من امي والله. والله احنا كنا زمان ما نخزنش، بس ايه قال لك دلوقتي الكل بيحاسبوا عليه بجنيه. كل واحد تروحوا ايه حاطينه مية ساقعة يعني. جيبوا مية ساقعة من الفريزر. ده بعد ما يطلع ولا يوم؟ على طول، بس بعد ما يطلع كده واخد له شمة مية كده تروحوا تجيبينه مية ساقعة. يعني الصدم فيها بعد ما يتغلي. ايوه. عشان في ناس. وبرضه هجيب لكم باذن الله الملوخيه وكده واوريها لكم يعني. يعني تو كده بتتعلموا وتعملوا زينا. وتجيبوا اكياس، برضه هوريكم كيف بتعملوها في اكياس. بس لا، ما انت بتخليهاش اكتر من كده. ده هو في ناس بتحطها على بخار، بس انا جربت الطريقه دي ونفعت معايا يعني. طبخناها كانت كانها طازه يعني. بس تجيب لها كزبره خضراء اول ما تطبخي يعني، تحطي شويه شويه في كيس على قد طبختك، وتجيبي الكزبره الخضراء دي. لازم تبقى طازه الكزبره الخضراء دي، وتاخدي على قد طبختك وتحطي عليه الكزبره. طبعا ما تخليهاش تدوب قوي يعني عشان لسه هي هتتحط في الفريزر وكده. بس لازم تغسليها كويس يعني اول ما تقطعيها عشان بيبقى في تسيبيها تنقع يعني عشان تطلع اي طينه محصله وكده. لازم ايه النقع، عمليه النقع بتطلع ايه، بتطلع التصوير. اهو زي ما انتم شايفين اهو اخضر زي الفل. هتسيبيه يبرد خالص وتروحي ايه تصفيه وتحطيه في، خليه ينشف يعني. تحطيه في اكياس ثلاجة. اوريكم اكياس الثلاجة ازاي. ما تمسكوش السبانخ تمسكوها كده وتعصروها كده يعني وتطلع المية بتاعتها، لا. المية لازم تبقى محافظة عليها يعني قاعدة. لازم تطلعوها كده وتصفوها في مصفاية. دي مصفاية، دي مصفاية يعني. تصفوا المية خالص، تجيبوا ربطة كزبرة
اول ما تيجي تطبخوها ما تحطوش الكزبره ما تسلكش معاها، تجيبوا الكزبره الخضراء دي وقت ما تطبخوها عشان تبقى ريحتها قاعده وتبقى ايه تديها طعم احلى يعني. مع اني ما تحطوش يعني سلق الكزبره هنا. حبايبي، واعملوا لنا لايك باذن الله عشان نستمر معاكم ونقدم لكم كل حاجه جديده. يعني انا وبناتي بيعملوا كل حاجه جديده. والهوا ده فيها بصوا اها، تمسكوه كده بصي تروحوا تصفوا الهوا دي تطلعوه خالص كده اهو كده اهو، ما تتاكد ان مفيش هوا اهو. حتى لو لقيتي كده في هوا تفتحي له فتحه من فوق يعني. سكينه ابره دبوس اهو. بصوا اهو بالمنظر ده. شايفين الشكل؟ ولازم طبعا تجهزي. يعني انتوا وريتكم انا المخزن عندي لي سنه قاعد زي ما هو اللون.